الأكلة النهاردة عندي هنعمل بامية على طريقتي، بطريقة سهلة وبسيطة ومش تقيلة. زي البامية اللي هي بصلصة بتبقى تقيلة. وهي ميكس ما بين البامية الويكا والبامية اللي بصلصة. والبامية الويكا ما بتتحط لهاش طماطم خالص ولا صلصة. بتتعمل بشوربة بس. هنشوف هنعمل ايه. هنجيب بصلاية متوسطة وأربع فصوص توم، وهنشوحهم لغاية ما يصفروا. هينزل عليهم بباميه مغسوله ومتقمعه، وما تكونش طبعا فيها الميه بتاعتها، تكون مصفيه خالص من الميه. هنشوح في الباميه مع البصله والثومه، وهنحط معلقه ملح وفلفل ومعلقه كبيره كزبره ناشفه. والكزبره مهمه جدا للباميه. هننزل بعد كده هكون سلقين لحمة، وهنكون مسويينها التسوية العادية بتاعتها، ونقطعها مكعبات صغيرة. هننزل بمكعبين مرق ونص معلقة سكر، وهننزل باللحمة ومعلقة صلصة، معلقة كبيرة بتاعة الأكل العادية صلصة. هنشوح كل المكونات مع بعض، كلها تاخد مع بعضها من نفس الطعم، وتندمج كلها مع بعضها لمدة 10 دقايق. هننزل بعد كده هنحطها في طاجن او هنحطها في حلة، وهننزل بعد كده بالشوربة عليها. تاخد التسوية على نار هادية خالص وتستوي. اذا حابين ان احنا ناكلها وهي القرون بتاعت البامية صحيحة، هنغرف وناكل في المرحلة دي. حابينها زي البامية الويكا، هنزود عليها التسوية شوية فهتتهري، فنبدأ بالمعلقة أو بشوكة نهرس القرون دي في قلب الشوربة مع اللحمة. بتبقى طعمها حلو جدا. قبل ما هناكل هنجيب حتة زبدة وراس توم مفرومة، هنعمل لها طشة زي بتاعة الملوخية بالظبط، بتديها طعم حلو قوي قوي وبتخليها في حتة تانية. وبعد ما نحط الطشة على الملوخية على البامية، هنقفل عليها عشان تاخد من ريحة الطشة، فبتديها طعامة حلوة قوي. هنبدأ ان احنا نغرفها سواء قرون او سواء ويكا. طعمها حلو جدا مع رز بالشعرية، وسهلة.